مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. فيلمنا النهاردة الفيلم النادر العز بهدلة. فيلم من مفقودات السينما المصرية، وممكن تكون أول مرة تسمع عنه. تاريخ العرض 7 يناير 1937. مدة عرض الفيلم 90 دقيقة. عمر الفيلم 87 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. من إخراج توجو مزراحي، وتأليف توجو مزراحي. أما عن طاقم العمل فهو من بطولة شالوم، أحمد الحداد، حسن صالح، زوزو لبيب، عدلات، روحية فوزي، محمد السلاموني، إبراهيم حشمت، سعاد أحمد، وعبد محرم. أما عن قصة الفيلم، قصة فيلمنا بتدور حوالين 2 صحاب، شالوم وعبده. شالوم بياع يا نصيب، أما عبده هو صبي جزار، والاتنين ساكنين مع بعض فوق السطوح في أوضة صغيرة. والعمارة اللي ساكنين فيها أو البيت ساكن فيه أسرتين: أسرة أمينة خطيبة عبده، وأسرة إستر خطيبة شالوم. والاتنين بيحبوا بعض جدا، الأسرتين ومتفاهمين وعاملين نفسهم عيلة واحدة. بس كل منهم مستني شوية فلوس علشان يجوز بنته ويخلص بقى. وفي يوم من الأيام الجزار توفى، فعبده صاب الجزار هو اللي ورث كل حاجة، لأن الجزار ده ما كانش عنده ولا ولد ولا بنت ولا كان متجوز من الأساس، فهو اللي خد كل حاجة. وقرر إن هو يقسم الفلوس بالنص هو وصاحبه شالوم، رد للجميل. وبالفعل عمل كده. وفي يوم وليلة بقى عبده بدل ما كان صبي جزار بقى صاحب محل جزارة قد الدنيا، وشالوم بدل ما كان بياع ينصيب بقى صاحب محل يبيع فيه ورق اليانصيب وورق اللوتارية، اللي هو ورق الفلوس بتاع زمان ده. وفي مرة من المرات عدى عليهم واحد بتاع ربابيكيا، معاه ورق شكله حلو جدا، وعرض عليهم انه يبيعها لهم كلهم ب3 قروش. عبده مرضيش وقال له: انا ادفع كل الفلوس دي ليه؟ قال له: خدهم ولف بيهم اللحمة. قال له: لا يا عم، انا ما ادفعش ال3 قروش، ده ال3 قروش دول ده انا املى بيهم المحل ورق. فشالوم عجبه شكل الورقة، لان الورق كانت شكلها شبه الشهادة العلمية، فقال بس ياخدهم ويعلق منهم واحدة ويشيل الباقي. دفع فيهم ال3 قروش وفعلا خدهم، علق منهم واحدة على باب المحل وشال الباقي، على أساس إن هو متخرج من الجامعة بقى وكده. عدى عليهم تاني يوم واحد من البنك من غير أساسا شالوم ما يعرف، فسأله: إيه ده؟ أنت جبت الورقة دي منين؟ قال له: دي الشهادة بتاعتي. قال له: بجد؟ طب تبيعها لي ب5 جنيه؟ طبعا شالوم ما صدق، قال له: طبعا. بحاله فعلا ب5 جنيه. تاني يوم عدى لقى ورقة كمان محطوطة، فقال له: تبيعها لي ب10 جنيه؟ قال له: بس كده خدها. تالت يوم جاله، فشالوم حس في حاجة غلط ما فهمهاش. تالت يوم بحاله ب15 جنيه، وبعد كده أنكر إن عنده أي ورقة، ومشي وراه علشان يعرف هو بيروح فين. وأول ما مشي وراه لقاه بيدخل البنك، فدخل يسأل، أتاريه دي الورق ده سندات
لأسهم شركة المعادن اللي أعلنت إفلاسها من كام سنة. ولما الشركة رجعت تاني بدأوا يدوروا على الأسهم، فالسهم الواحد ب100 جنيه، وشالوم كان عنده أكتر من 10 تلاف. فقالوا له خلاص هنشتريهم منك كلهم ب600 ألف جنيه. ازاي؟ ما الواحد ب100. هقولك في الوقت ده اللي شالوم راح فيه بعد ما سأل، السهم طلع جدا في العالي والبورصة اترفعت، فاشتروهم منه ب600 ألف جنيه. طبعا شالوم ما كانش مصدق المبلغ، وخدهم وقسمهم هو وصاحبه عبده رد جميل برضه. هما الاتنين قرروا يفتحوا بنك، وأول ما عملوا البنك واتجوزوا وفرحوا مراتاتهم، وما كانوش فاهمين أي حاجة في البنك وكانوا ماشيينها على الله. كل حاجة بيعملوا لها طيب ماشي، طيب ماشي لحد ما بتمشي. يعني هما ما كانوش بيحسبوها، والاتنين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا ولا بيفهموا حاجة في البورصة ولا الأسهم ولا الفوايد ولا المديونات ولا أي حاجة. كانت ماشية معاهم الدنيا زي السكينة في الحلاوة. هل الموضوع يسكت على كده والقدر يسيبهم مبسوطين للآخر هو ومراتاتهم؟ absolutely. حصلت حاجة محدش كان يتخيلها. دخلت عليهم رقاصة وقعدت توهمهم ان هي بقى مدلوقة بقى، هي وصاحبتها مطربة، وبقوا يخلوهم كل يوم يسهروا عندهم في الكباريه بال6 7 10 ساعات، وممكن كمان ما يروحوش بيوتهم. طبعا مراتاتهم هما الاتنين استر وأمينة قرروا ان هما يقفشوهم، وأول ما راحوا يقفشوهم جاله دكتور وقرر ان هو يكشف عليهم هما الاتنين، وقال لهم ان انتوا عندكم مرض خطير جدا ولازم تتمنعوا من كل حاجة، من اللبن ومن اللحمة ومن الفراخ، وتعيشوا على الشرب بس والعصير، وممكن كمان تموتوا في أقل من شهر. وفي الحقيقة ان الدكتور ده كان تمرجي وما كانش فاهم اي حاجة، بس قرر ان هو يعمل نصبايا عليهم. طبعا الحال اتبدل، وقعدوا يدعوا هما الاتنين ان حالة الفقر ترجع لهم تاني عشان يعيشوا مستورين ويعيشوا في احسن حال. وبالفعل تقولش الدعوة استجابت. في يوم وليلة البنك فلس علشان هما الاتنين مهملين فيه، والفلوس كلها ضاعت، وهما الاتنين رجعوا بمراتاتهم استر وأمينة للحارة البسيطة اللي كانوا فيها، وللعمارة الصغيرة أو البيت الصغير، وللأوضة اللي فوق السطوح، وقسموا الأوضة بالنص وكل واحد فيهم خد نص. وانتهى الفيلم نهاية ان العز بهدلة، وان الفلوس ملهاش لازمة لو الراحة مش موجودة. وفهمنا من كده ان القناعة كنز لا يفنى. شكرا جدا.